ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي مجدي هاند ميد. النهارده فيديو جديد لشنطه من اللولي ونقدر ننفذها كمان من الخرز. زي ما انتم شايفين الشنطه شيك قوي قوي قوي، بتفاصيل بسيطه جدا هنزودها في الفيديو ده. تريكات بسيطه نقدر نطلع بيها الشكل ده شكل مختلف وكمان ترندي ومطلوب قوي، وانا نفذته بناء على طلب العميله. وفكره بقى ان احنا ننفذه سواء بالخرز او اللولي المدور مفيش مشكله خالص. الشنطه لذيذه جدا، طريقه شغلها حلو، حجمها كمان واسع، كل تفاصيلها سهله، حتى استخدامها وقفلها بسيط ومريح. تعالوا يلا نشوف التفاصيل مع بعض. ما تنسوش لايك وشير، ولو اول مره طبعا تتابعوني على القناه ما تنسوش الاشتراك في القناه. وخلينا نبدا ونشوف مع بعض الادوات اللي احنا بنستخدمها في كل فيديو. عندنا الخيط بتاعنا 60 ملي وده طبعا الاساسي، وبنقص حوالي متر او متر ونص، لو انتم مبتدئين كفايه متر. وهنحتاج مقص، وهنحتاج اللولي مقاس 10، وده يعني الستاندر اللي احنا شغالين بيه على طول. والمره دي جبناه اوف وايت على حسب رغبه العميله او حسب اللي هي كانت عايزاه ايه. هنبدأ مع بعض بالوحدة الرباعية زي ما احنا متعودين. همسك في ايدي طرفين الخيط وهبدأ احط 4 خرزات عشان نبدأ الوحدة بتاعتنا. ولو اول مرة تشوفوا الفيديوهات هتلاقوا فيديوهات كتير على القناة موجودة كلهم مع بعض في قائمة باسم شنط اللولي. هتلاقوا فيديوهات كتير، شوفوا اكتر من فيديو عشان لو فعلا اول مرة تتابعوني او حسيت انه في حاجة سقطت منكم او في تفصيلة عدت، كل فيديو هتلاقوني مركزة فيه على نقطة مختلفة هتقدر تفيدكم وتجمعوا من الفيديوهات مجموعة معلومات تقدروا تنفذوا بيها اي شنطة من دماغكم ومن اي صورة تلاقوها. كده انا عندي ال4 خرزات اللي هم بداية الوحدة بتاعتي. هبدأ اخد طرف الخيط اللي فوق وارجعه في الخرز الرابعة بالشكل ده. هرجعه لحد فين؟ لحد ما يتبقى عندي دايرة صغنطوطة خالص، علشان لو انتوا عارفين معايا في الفيديوهات اللي فاتت بنشتغل بطريقة العقد. شايفين الدايرة الصغيرة دي؟ هدخل منها طرف الخيط من الناحية التانية علشان اكون عقدة، واشد الخيط من الجنبين اهو، اتكون عندي عقدة، وهدخلها في الخرزة اللي فوق واداريها خالص. وبنكمل ازاي؟ انا دايما نهاية الوحدة بتاعتي دي كأنها بداية الوحدة جديدة معايا. فهضيف خرزة على الشمال بالشكل ده، وخرزتين في الجهة التانية اللي على اليمين، خرزة عشان يبقى عندي 3 خرزات من الوحدة، والرابعة اللي انا دايما بقفل فيها وده اللي هنفضل شغالين بيه. شايفين بعمل كده العقدة في الخرز الرابعة، ان انا برجع منها الخيط تاني وابدأ اسحب الخيط اللي من الطرف التاني من خلال العقدة دي، وابدأ اشد الخيط علشان اكون العقدة بتاعتي وادخلها في الخرزة اللي فوق. شايفين الوحدة عندي ثابتة جدا علشان احنا مشغلين بطريقة العقد دي، هتسهل عليكم جدا جدا جدا. هنعيد تاني. الخيط اللي على الشمال بحط فيه خرزة واحدة، والخيط اللي على اليمين بحط خرزتين، خرزة اسيبها تنزل للاخر، والتانية هبدأ ارجع منها طرف الخيط تاني علشان اكون العقدة بتاعتي اهو. شايفين؟ وبرجع فيها الخيط تاني كده وابدأ اشد لحد ما يبقى عندي باقي دايرة صغيرة، اسحب منها الطرف التاني للخيط بالشكل ده، يتكون عندي عقدة صغيرة، بحاول اشدها وادخلها في الخرزة بتاعتي. وبنفس النمط ده هعمل العرض بتاعي للشنطة بعدد الوحدات اللي انا حباها. احنا عرض الشنطة دي اتعاملنا في حوالي 13 وحدة، فانا نفذت حوالي 12 وحدة، والوحدة 13 هغير فيها الريتم شوية. هخلي الخيط اللي ناحيتي واللي هو اللي على الشمال هنحط فيه ال3 خرزات. ليه؟ علشان انا عايزة اغير توجيه الخيط بتاعي، ان انا اطلع الدور الجديد. بصوا هقفل كده، اخلي ال3 خرزات في نفس الاتجاه، واعمل العقدة في اخر واحدة زي ما متعودين، واشد منها الخيط. بيتحول عندي الخيط الاتنين اتحولوا اتجاههم لفوق. طيب وبعد ما حولت لفوق انا عايزة اتجه المرة دي لليمين عشان ابدأ اعمل الدور الجديد بتاعي. طيب هشتغل ازاي؟ نفس الخيط اللي على الشمال هشتغل عليه تاني، واحط 3 خرزات
واقفل في الخرزة التالتة. ركزوا، هي دايما النقطة دي اللي بتتوه بعض الناس لو انتوا لسه اول مرة تعملوها، انما لو حد شغال خلاص هيلاقي الموضوع بالنسبة له سهل. انا اهم حاجة ان انا اشوف هوجه الخيط فين، وبالتالي ابدأ احط عدد الخرز بتاعي. فانا عشان ارتفع حطيت الخرز كله في اتجاه واحد، وعشان اتجه الناحية التانية حطيت برضو الخرز كله في اتجاه واحد. بعد كده عايزة اكمل يمين، فانا الخيط اللي ناحيتي اللي هو بقى لتحت هدخله في الخرزة اللي عليها الدور تحت. بقى عندي كده خرزتين من الوحدة الرباعية. يعني انا هحتاج احط كام خرزة؟ هحتاج احط خرزتين بس، والتانية هقفل فيها واوريكم الشكل ازاي. اهو كده، واسحب طرف الخيط بالشكل ده. بصوا هتلاقي اتكونت الوحدة معايا ومتجهة لليمين، وعندي خيط فوق وخيط لتحت. الخيط اللي تحت نفس الكلام هدخله في الخرزة اللي عليها الدور هنا تحت، واكمل بنفس النمط لحد ما نوصل للاخر. وفي الاخر انا عايزة ارتفع اتجه لفوق، يبقى انا برضو ادخل الخيط من نفس الخرزة اللي عليها الدور من تحت بالشكل ده، واحط فيها الخرزتين علشان عايزة اوجه الخيط بتاعي لفوق. المرة دي حطيت الخرزتين في اليمين علشان انا عايزة اطلع فوق من ناحية اليمين. تمام، انا كونت كده هنا صفين وعايزة اكمل صف تالت كمان. يبقى انا الخيط المرة دي اللي على اليمين هو اللي هحط فيه التلات وحدات. اعتقد كده ايه الفكرة بدأت توصل اهو بالشكل ده. واشد الخيط، ونفس الكلام هدخل في الخيط الجانبي اللي عندي، وابدأ اعمل نفس الادوار بقى، ارتفع العدد الادوار اللي انا عايزاها لحد ما اكون القطعة بتاعتي بالارتفاع اللي انا عايزاه، والقاعدة واللي انا هاخد منها كمان الجزء بتاع القاعدة بتاعتي. بصوا انا قسمت ان كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 يمين و7 شمال و3 تحت. ال3 دول اللي هيبقوا القاعدة اللي هنتني عليهم بالشكل ده. يبقى احنا عملنا 7 و7 و3، يعني بنتكلم في 14 3 17 وحدة. طيب عشان ان انا اتني التانية دي، يبقى قبل ادخل في الخرزاية اللي هي في الدور السابع مع اللي جنبها علشان اعمل التانية بتاعة القعدة. هتفهموا معايا برضو واحنا بننفس. انا كده وسطنت الخيط ما بينهم، وهاخد الخيط اللي على الشمال واحط فيه خرزتين، واقفل في الخرزة التانية زي ما احنا متعودين بالشكل ده، واشد الخيط واعمل العقدة بتاعتي، واوريكم هيبقى المنظر ازاي. بصوا كده اتعمل عندي اهو زي زاوية كده. طب هدخل في الخرزة اللي جنبها على اليمين، ان احنا هندخل في ال3 وحدات اللي احنا حددناهم تحت. ولو هتوهوا تقدروا تحطوا دبابيس تحت، تقدروا تحطوا ماركر زي ما تحبوا. او بصوا كده كأن عندي من الوحدة بتاعتي خرزتين، يبقى احط 2 كمان. هضيفهم بالشكل ده، واقفل في الخرزة التانية، ونشد الخيط كده، وهنعمل نفس الحركة في تالت وحدة باقية معانا. بس الفرق هنا ايه؟ ركزوا معايا ان انا تالت وحدة دي النهائية، واللي جنبها اللي هيبقى مفروض ارتفاع الجنب بتاعي. يبقى انا هدخل في الخرزة اللي تحت، وكمان تاني الخرزة اللي جنبها علشان اقفل الزاوية بتاعتي وارفع الجنب ده لفوق. بصوا اهو، المفروض ان انا الخيط يبقى رايح جاي عندي في ال3 خرزات دول، ويبقى باقي خرزة واحدة اللي هنقفل بيها من فوق اهو بالشكل ده. نعدي الخيط ونقفل في الخيط ده بالخرزة الرابعة.
كده نبقى عملنا اول دور وبدأ يبان معانا الاطراف بتاعتنا او جنبين الشنطة اللي هنقدر نكمل عليهم بعد كده بشكل اسهل خالص. نشد كويس ونقفل الخيط معانا، وكده خلاص انا جنبي على طول الخرزة بتاعت ارتفاع الدور التاني اهو اتكون عندي اول صف. هدخل الخيط في الخرزة اللي عليها الدور الجانبية هنا، وهيبقى عندي متكون كده خرزتين من الوحدة بتاعتي، يبقى هضيف خرزتين واخلي عايزين نخلي اتجاه الخيط لاتجاه الناحية التانية. يبقى انا الخيط اللي في ايدي اللي انا بدخله ده او اللي هو اللي فوق هو ده اللي هحط فيه الخرزتين على طول بالشكل ده عشان اوجه الخيط للناحية التانية. هي اهم حاجة تبقوا مركزين ان انا هوجه الخيط لفين، هو ده اللي هيساعدكم ان انتوا تعرفوا هنضيف يمين ولا شمال فوق ولا تحت، هو ده اللي هيحدد معاكم. بصوا انا كده كونت اول واحدة في الدور التاني، وهبدأ اكمل بنفس النمط اهو. شايفين كونت الواحدة التانية اهو، وعندي الخرزة اللي جنبها تحت يبقى ادخل فيها هنا واضيف خرزتين، ونفس الكلام هوصل للجنب التاني اعمل زي ما قفلت في الدور الاولاني، واعمل كده الناحية دي والناحية اللي هناك بنفس الطريقة. وكده خلاص قفلنا الجنبين بتوعنا. ولو برضو حسيتوا ان الموضوع كده سريع او عايزين تكرروه تاني هتلاقوا الفيديوهات في قائمة الفيديوهات تقدروا تشوفوا فيها من الاول تاني. وهبدأ ان انا بقسم الشنطة. انا عايزة اسيب الثلاث وحدات دول اللي في النص ان انا يبقى عليهم القفل بتاعهم، وممكن الوحدتين اللي جنبهم كمان اسيبهم علشان يدوني مساحة للحط. فانا كده هشتغل لو عدينا من بره لجوه هيبقى هشتغل في الوحدة الرابعة، وهنسيب الخمسة اللي في النص بالشكل ده. بقى هشتغل على رابع وحدة عندي من الخارج، وعشان ارتفع عليها دور جديد يبقى احط 3 خرزات، وهقفل اخلي قفل الخيط جانبي تمام. وهبدأ ادخل الخيط في الخرزة اللي عليها الدور اللي في الجنب علشان اكمل بنفس بقى ما بنشتغل دايما اي دور جديد ان انا احط هنا خرزتين عشان نكمل على الخرزتين اللي موجودين، ونكمل لحد نفس الخرزة الرابعة من الجهة التانية. كملت كده لحد الخرزة الرابعة من الجهة التانية، وعندي الخيط كده لفوق لو ارتفعت على طول هيبقى في نفس الجنب، لا انا عايزة ان انا ارجع للخرزة اللي بعدها او اللي قبلها او الوحدة اللي قبلها. طب هرجع ازاي؟ نقدر ان احنا ما نقصش الخيط ولا اي حاجة، نقدر نرجع بنفس الخيط ونلفه العكس. هوريكم انه هنلفه العكس داير ما يدور، وندخله من الخرزة اللي هي التالتة معانا. فبرجع بالخيط، الخيط اللي كان جوه هدخل في الوحدة اللي قبلها وامشي بالتدريج خرزة خرزة بالشكل ده علشان ما يبقاش شكل الخيط باين عندي او في اي حاجة، لا انا همشي كأني داخلة في نفس الوحدات عادي. وعشان الخيط ما يحسنيش انا هدخل في ال3 خرزات دول، وهدخله في الخرزة اللي قبلها وارجع ارجعه تاني في الخرزة اللي عليها الدور. هوريكم انا هعمل ايه. بس هنا علشان نعقد الخيط فاحنا بنحاول نرجع من نفس الخرز تاني، فممكن بيبقى عايز مجهود شوية. اهو بالشكل ده. شد الخيط خالص وهخليه بس في الخرزة دي، مش دي اللي احنا عايزينها، بس هخليه كده علشان ما يضايقنيش وعلى ما الف الخيط التاني وهرجع ادخله عكس الخيط التاني في الوحدة اللي عليها الدور معايا. نجيب الطرف ده اهو ندخله هنا نفس الكلام، هرجع بس في الوحدة كاملة، يعني الخرزة دي والخرزة اللي تحت والخرزة الجانبية كمان عشان نرفع الخيط لفوق بالشكل ده.
وادخله في الخرزة اللي احنا عايزينها بقى، اللي هي الخرزة رقم 3 هنا دي، وارجع ده عشان برضو تبقوا انتوا شايفين شكل الخيط ازاي قدام بعضه اهو. انا الخيطين قدام بعض على الخرزة دي هدخلهم عكس بعض علشان يديني نفس الشكل اللي كان في اخر وحدة، وان انا اقدر ارتفع الدور اللي بعده. بصوا هرجع الخيط اللي كان على الشمال يمين، واللي كان في اليمين دخلناه خلاص ورديناه على الشمال اهو. كأننا بادئين من الوحدة دي بالظبط، الخيطين بقى قدام بعض ونقدر نشتغل خلاص من الوحدة التالتة. وده النمط اللي احنا نمشي فيه في كل دور هنرتفعه علشان نقلل من الجزء اللي هو الجانبي بتاع الشنطة، عشان تلاقوا الشكل طالع زي ما انتوا شفتوه كده، طالع زي كأنه مثلث. ده هيبقى بنفس الطريقة دي في كل دور، وكل دور طبعا برتفعه جديد بضيف 3 خرزات واقفل في الخرزة التالتة علشان اوجه الخيط والخرز بتاعي للصف اللي عليه الدور. هكمل لحد هنا وهرجع اعمل نفس الخطوة في ان انا ارجع لتاني واحدة، نفس النمط ده همشي بيه في الجنبين لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه، او ان انا اوصل ان انا يبقى عندي دايما نهاية وحدتين من هنا ووحدتين من هنا. شايفين اهو الشكل اتكون معايا، وباقي في النص براحتي خالص الجزء اللي هو بيتعمل فيه القفل بتاع الشنطة اللي هو ال3 وحدات عشان اعمل الكفر هنا. والكفر سهل خالص ان انا هضيف خيط واطوله لحد ما يديني المساحة ان هو يتقلب الناحية التانية، ويتكون عندي الجناب زي ما انا عايزاها. والجزء بتاع الكفر بعد ما نزوده كمان ممكن نقدر نعمله القفل اللي انا عملته علشان يبقى ثابت معايا. طيب عملت هنا الكفر بقى خلاص، انتوا كده يعني عرفتوا معايا الطريقة. وعملنا هنا ايه علشان نعمل المثلث بتاع الكفر بتاعي، نفس فكرة ما كنا بنرجع في الوحدة من الرابعة للتالتة، عملت كده ورجعت في الوحدة اللي في النص علشان اعمل المثلث ده. ودخلت خيط هنا في المساحة دي اللي هي تديني الحيز ان انا اقفل فيها الكفر. طبعا عشان بس ابقى وفرت معاكم في الفيديو، خاصة ان احنا الجزء ده قررناه في فيديوهات كتير فاتت، علشان اوريكم اهم حاجة واهم جزئية اللي هي بتاعة القفل اللي هو هنعمله بالشكل ده. ان انا عايزة الوحدة تبقى 4 خرزات، فانا هقدر من خلال الجنب اللي احنا عاملينه، احنا عاملين الجنب عريض 3 وحدات علشان ان انا اقدر ان 3 وحدات مكونيني 3 خرزات، ويبقى باقي اقفل بالرابعة علشان اطلع اليد اللي دايما كلكم بتبقوا محتارين فيها وطريقتها ازاي. فانا ركزت على اليد اكتر، ان الكفر كده كده او القفل كده كده هنحط الخيط ونرتفع زي ما احنا متعودين بنفس الطريقة بتاعتنا. هحط هنا الخرزة الرابعة وانا مدخلة الخيط في ال3 خرزات الجانبيين اللي هو الجنب الثلاثي بتاعنا، ونقفل كده. خلاص انا كده مكونة اول وحدة عندي، او بداية المشكلة عندي متكونة. وشايفين الوحدتين اللي احنا عاملينهم على الجناب اتاكل منهم جزء مع القفل هنا، والكده انا سبتهم وحدتين علشان يبقى مديني مساحة. هبدأ ارتفع ازاي اليد رباعية، وبالتالي انا فوق كل خرزة انا هشتغل وحدة رباعية. طيب ده هيكون ازاي؟ خلينا نمشي مع بعض خطوة خطوة. ان هاخد خيط سواء اليمين او الشمال، هبدأ اشتغل عليه بان انا عايزة ارتفع، يبقى احط 3 خرزات عشان ارتفع، واقفل في الخرزة التالتة، واوريكم الشكل هيكون ازاي لأول وحدة اهو. شد الخيط خالص ونقفل. طبعا انا عامله الخيط طويل شويه على اساس ان انا بحب دايما في اليد ان انا ما اوصلش كتير، ان اليد تكون كامله في نفسها مره واحده. وهشد الخيط كده. شايفين اتكون عندي وحده على اول خرزه كانت عندي. هبدأ ادخل الخيط في الوحده اللي عليه او الخرزه اللي جنبها على طول تحت اهو، الخرزه اللي جنبها هنا عشان اكون الوحده اللي بعدها. اجيب هنا الطرف وادخله هنا،
واخد الطرف التاني وهضيف فيه الخرزتين علشان نقفل الوحدة بتاعتنا. بالشكل ده كده اتكون عندي اهو وحدتين، لسه وحدتين كمان. بصوا وهتكون كده الوحدتين، وهاخد الخيط اللي عندي تحت وهنكمل بنفس النمط هنا في الخرزة اللي عليها الدور اهو، والخيط اللي فوق نفس الكلام هضيف فيه الخرزتين بالشكل ده. هي اليد سهلة، بس ان احنا لو بدأنا فيها البداية مظبوط وظبطنا كل خرزة عليها الوحدة بتاعتها، خلاص بعد كده الموضوع بيمشي انسيابي جدا لحد ما نوصل للقفل الناحية التانية. وده اللي بيبقى فيه دوخة شوية، بس هحاول برضو اوصلها لكم بالطريقة المناسبة. شايفين او كونت الثلاث وحدات، بقى الوحدة الرابعة ان انا هنا خلاص عند اخر خرزة، فهدخل فيها واطلع بالخيط من الخرزة اللي عليها الدور في الجنب بالشكل ده اهو، ونشد الخيط كويس واقفل بالخرزة بقى ايه الرابعة بتاعتنا. واكمل اهو، دي الخرزة الرابعة. نكمل كده نقفلها عشان يبقى احنا كده عملنا اول جزء في الوحدات الرباعية بتاعه اليد بتاعتي، واللي هفضل ماشية بنفس النمط لحد ما اوصل لطول اليد اللي انا عايزاه للناحية التانية بنفس الطريقة بالظبط على كل واحدة. وكده خلصت اليد بتاعتي. طبعا موضوع اليد ده بيبقى رخم جدا قدام الكاميرا، بيبقى صعب شوية، بس زي ما انتوا شايفين كده انا عايزة اقفل فقدامي الخرزة دي فوق الخرزة دي، يبقى عندي ناقصني خرزتين الجانبيتين يمين وشمال. يبقى انا هضيفهم ازاي؟ هاخد الخيط اللي على الشمال بالنسبة لنا هنا قدام الكاميرا، اللي على الشمال ده هضيف فيه خرزاية وادخل في الخرزة اللي عليها الدور تحت الجانبية هنا، يبقى اتكون عندي 3 خرزات من الوحدة بتاعتي اهو بالشكل ده اهو. شايفين كده 3 وحدات، وهحط الخرزة الرابعة واقفل فيها بالشكل ده واشد الخيط. يبقى انا كده ظبطت اول واحدة عندي، كان ناقصة خرزتين ضفناه. هلف كده وادخل بقى، انا بقى عندي خيط فوق وتحت، ادخله في الخرزة اللي عليها الدور فوق، والخرزة اللي في الجنب تحت اللي عليها برضو الدور. يبقى عندي 3 خرزات واضيف عليهم الخرزة الرابعة عشان اكون الوحدة التانية عندي اهو كده. هنا واضيف خرزة ده يمكن تبان لكم اكتر اهو. عندي 3 وحدات وهضيف الرابعة بتاعته واعمل برضو العقدة بتاعتي وخلاص. يبقى انا كونت تاني واحدة. باقي هنا اهو شايفين اهو الخرز بتلاقوه خلاص جاي قدام بعض، وادخل في الخرزة اللي عليها الدور فوق في اليد، والخرزة اللي عليها الدور تحت في الجنب بتاعي برضو كده. هنا 3 وحدات هضيف لهم الخرزة الرابعة عشان ابقى ظبطت كده الدنيا خلاص. وما ننساش ان احنا لفينا كده بثلاث زوايا بس، فاحنا الجزء الداخلي هلف عليه بالخيط برضو. يعني احنا كده هحاول اوريها لكم اهو،
هنا 3 وحدات وباقي الخرز الرابعة لسه تحت، هضيفها برضو بنفس الطريقة، وعدي بقى الخيط من الخرزة اللي عليها الدور فوق والخرزة الجانبية الناحية التانية اهو. واحط هنا الخرزة واخلي القفل في الخرزة اللي الناحية اللي هناك اهو، ادخل دي كده واخلي القفل هناك لسبب واحد بس، ان ده نهاية الخيط عندي، او ان انا هقفل اليد، فانا عايزة يكون عندي مساحة او اتجاه الخيط معايا يبقى قابل ان انا اعمل اكتر من تقفيلة في الخرز بتاعي، زي ما احنا متعودين ان انا برجع في اكتر من وحدة بطريقة العقد تاني علشان اثبت الخيط معايا. فاهو هقفل بقى هنا في الخرزة اللي هنا الجانبية. طبعا بتبقى رخمة شوية، وان انا عشان اطلع الخيط مظبوط بس بنحاول، لان فعلا التقفيل ده اهم نقطة في الشنطة، هو ده اللي بيثبت اي حاجة فيها. نشد الخيط كويس اهو، وهبدأ ارجع بالخيط على الوحدات اللي عندي واعمل فيهم عقد تاني، زي ما انتوا شفتوا معانا في الفيديوهات اللي فاتت. احنا طريقة التقفيل دايما ان انا برجع في اكتر من وحدة واقفل فيها بعقدة تانية، وكده دي الشنطة يبقى شفناها بكل تفاصيلها، بكل حاجة فيها، الكفر باليد، الطريقة بتاعة تقسيمة الشنطة، ازاي ان انا ارجع في الادوار وان انا اقلل في حجمها. الموضوع سهل وبسيط جدا تقدروا تنفذوه بكل سهولة. وطريقة القفل دي انا يعني عملتها مخصوص عشان اوريها لكم، اوريكم شكلها، ان الموضوع سهل خالص. انا يدوب ضايفه خرز على الجنبين بخيط بسيط خالص، ضفته كاني هعمل وحده جديده، بحيث ان انا اقفل فيه بدل من الناس اللي بتقفل بيه بالقفل او الكلام ده، وان يبوظ او ما يبقاش ثابت او ما بتبقوش عارفين تثبتوه. وده حجم الشنطة وهي محطوط فيها الحاجات، تكفي موبايل، مناديل، باليت، روج، كان فيه روج لوحده، كان فيه مفاتيح، تقدر تكفي كل ده. مساحتها حلوة قوي. وما تنسوش الاشتراك في القناة.